خبر إقليمي في الدولة الشقيقة ليبيا حدث في فجر اليوم، وأثار استياء عدد كبير جدا من المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا والمواطنين المصريين الموجودين هنا كمان، وهو عن اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان. كان قد تم اختطافه في العاصمة الليبية طرابلس وهو خارج من إحدى الفنادق الموجودة في العاصمة. منذ دقائق جاءنا خبر بيقول أنه تم تحرير رئيس الوزراء الليبي علي زيدان من قبضة الخاطفين، واللي كانوا قد أطلقوا على أنفسهم غرفة عمليات ثوار ليبيا. غرفة عمليات ثوار ليبيا كانت قد أعلنت عن مسؤوليتها واختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان على خلفية موافقة الحكومة الليبية لقوات الكوماندوز الأمريكية بالدخول إلى الأراضي الليبية وإلقاء القبض على 2 من مقاتلي القاعدة في ليبيا. على خلفية هذه الموافقة غرفة عمليات ثوار ليبيا، أو هكذا تطلق على نفسها، قامت باختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، ومنذ دقائق تمكنت فرق مكافحة الجريمة الليبية من تحرير رئيس الوزراء الليبي.